تشتري عفش بيتك جاهز ولا تعمليه عموله؟ لو بتجهزي جديد ومحتاره ومش عارفه تجيبي جاهز ولا عموله، وايه الاحسن في العفش؟ تجيبي جاهز وتريحي دماغك من تفاصيل كتير، ولا تعمليه عموله وتبقي ضمنتي وعامله اللي على مزاجك؟ وبرده ايه احسن كفلوس؟ انا هقولك، بس قبل ما اقولك ما تنسيش اللايك والشير وشويه الزراير اللي حواليا. هنا القاهرة إلى ربات البيوت. الاول خلونا نتفق ان الجاهز ليه عيوب ومميزات والعموله ليه عيوب ومميزات. الجاهز الفينش بتاعه بيبقى تحفه ومغري جدا، اما الخشب لازم يكون معرض موثوق فيه ومضمون علشان تعرفي نوع الخشب ايه، لانه بيبقى متداري بالرسومات والدهانات والتقفيل، ومعروف الموبيليا الغاليه ثمنها فيها. العموله بقى بتبقي شايفه الخشب قدام عينيكي، بس ساعات الفينش ما بيبقاش زي الجاهز، الا لو الاستورجي بتاع الدهانات يبقى 100 على 100 وعارف شغله كويس وبيتقنه، لان في ناس بتطلسق قوي في الفينش ومش بتدي الخشب حقه في الدهانات زي الجاهز، ما بيعرفش يداري العيوب اللي في الخشب. يعني انت بقى لو فكرتي تعملي عموله دوري على نجار كويس وبيفهم وبيكون بيفنش الموبيليا حلو قوي زي الجاهز. هتشتري جاهز شوفي معرض عنده امانه ويكون ثقه، هيقولك الرخيص رخيص ليه والغالي غالي ليه، وانت ليكي حريه الاختيار انك تنقي، والافضل ليكي اعمليه واسالي ودوري كتير على النت واتفرجي وخدي فكره وانزلي المعارض واتفرجي واعرفي الاسعار، وبعدين قرري هتجيبي العفش جاهز ولا معمول عموله. قولوا لي بقى في الكومنتات انتوا عملتوا العفش بتاعكم عموله ولا اشتريتوه جاهز.